طاب يومكم ودامت عليكم المسرات. أتناول في هذا التسجيل ما جاء في مداخلة الأستاذ الدكتور الفقيه مصطفى بن حمزة في ندوة نظمت بجامعة ابن زهر بأكادير في موضوع النسب، وتدخل مداخلة عامة في موضوع المساواة وتجديد وإمكانية تجديد المدونة، ولكنه خصص حيزا كبيرا لقضية النسب، وتبدو كأنها العنصر الذي شغل باله. نقول ابتداء بعد حوالي عقدين من الزمان، يعني حوالي 18 سنة، عن صدور مدونة الأسرة، ظهر الكثير من النقص في مادتها وسوء التدبير في تطبيقها، فاقتضى الواقع المرير للأطفال المولودين خارج العقد الموثق أن يعاد النظر فيها وتعالج معالجة تحفظ كرامة أبناء المغاربة، خاصة في قضية النسب ومستحقاته التي علينا أن نعالجها بما يضمن الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأطفال، وهذه لن تتأتى لهم إلا في الرعاية الأبوية والاجتماعية. فمن أولى حقوق المولود في نظري أن يكون له سجل مدني، فهو لم ينزل من السماء ولم ينبثق من باطن الأرض. أثيرت هذه القضية أخيرا في تصريح لوزير العدل، ورغم أن تصريحه كان تلفيقيا ناقصا، فقد تصدى له الفقيه بن حمزة وترددت أصداء تصديه له في الصحافة، حيث تحدثوا عن أنه رد على الوزير في قضية ابن الزنا، والحقيقة أن الفقيه لم يذكر لا الزنا ولا غيره، إنما ذكر ألفاظا أخرى في تدخل له في ندوة نظمت بأكادير كما قلنا. وقد تعمد أن يجعل قضية النسب مجرد خاتمة، ولكنها استغرقت 17 دقيقة من 53 دقيقة، أي 30%. وقد حاول في تدخله ألا يبدو فقيها محافظا كما ينعتونه حسب قوله، ولذلك لم ترد في تدخله كلمة الزنا كما سبق أن ذكرنا، ولا الحكم الذي يرتب لها في التشريع قبل التقنينات القانونية الحديثة، وهو الجلد أو الرجم، ولكنه سلك طريقا يؤدي إلى هذه الأحكام. ومرة صرح قال أن المولود ينبغي أن تهتم به الدولة، أما الزاني فحكمه معروف، ولكن لم يذكر. اختزل المسألة في الولد للفراش، متجاهلا تاريخ الممارسة الدينية والتنظير الفقهي في الموضوع، وبذلك ضيق واسعا. في المعروف في الموضوع هو أن جهات إثبات النسب أو إمكانية إثبات النسب هي 4 عند الفقهاء، وهي الفراش، وليس العقد وحده، فيه خلاف العقد أم شيء آخر. الفراش والاستلحاق والبينة والقافة أو القيافة. هذا ليس قولي ولكنه قول الفقهاء. أقول
أنني من تتبعي لكلام الفقهاء القدماء والأئمة وسلوك الرسول والصحابة أن الهم الذي كان يشغل الجميع هو كيف يثبت النسب أولا، وحين يتعلق الأمر بالفراش يكون هناك الأهمية الأولى أيضا لحماية الأسرة والأعراض، فلا يقدم عليه، فلا تقدم على الفراش الشبهة إلى آخره. وهذا هو نفسه ما يمارس اليوم في التشريع الحديث. هذا موضوع يقتضي الصدق. أقول هذا موضوع يقتضي الصدق في العرض. معناه الصدق في العرض أن لا يلجأ من يتناوله إلى التدليس، أن يذكر ما يشاء ويخفي ما لا يشاء، أو ما لا يخدم وجهة نظره الضيقة التي هي في الغالب محكومة بلجاجة كما عند الفقيه. ويقتضي كذلك سعة الصدر في التعامل مع الآراء المخالفة. إذن ما هو موقف الفقيه بن حمزة؟ هو موقف الحق ملتبس بشكل رهيب. موقف الفقيه بن حمزة لم يجادل كما فعل أو يفعل بعض الفقهاء في حجية الحمض النووي على العموم أو الذين على التحديد، فلم يخوض في قضية صعوبة إثبات النسب الطبيعي أو البيولوجي، بل ركز على التفريق بين النسبين، النسب البيولوجي والنسب الشرعي. وهو لم يستعمل لفظ بيولوجي وطبيعي، وإنما نستعملهما نحن لتدقيق ما يقصد من القول من الولد خارج النطاق، يقولون الشرعي أو توثيق. يعني في الحقيقة هناك الموثق وغير الموثق، أما حين تقول لدين إن هذا ابن هذا فهو شرعي. نحن وإنما نستعملهما لدقة الدلالة على المقصود. قال هذا لابد أن نرتبط بكلامه حتى لا ننعت بالتقويل، وإذا أخطأنا نتمنى أن يكون هناك من يقوم توجهنا إذا كان منحرفا. يقول النسب ليس مسألة زمنية، لا العفو، يقول النسب ليس مسألة تاريخية، يعني زمنية خطأ. النسب ليس مسألة تاريخية معرفية نعرف بها أن هذا من هذا. المهم أن يعرف هذا الرجل أن هذا ولده. المهم يمكن أن تضيف لها بين قوسين، المهم بخلاف ذلك أن يعرف الرجل أن هذا ولده، ليعطي بحكم العاطفة وبحكم الشرع ما يجب أن يعطيه لولده. ثم يسترد الآباء يعطون بسبب واحد، معرفتهم أنهم أي الأبناء امتداد لهم. هذيك أي الأبناء إضافة من بناء معقوفين لفهم المقصود. يقول أعيد هذه الفقرة كاملة لكي تعرف الفرق الذي يريده. يقول النسب ليس مسألة تاريخية معرفية نعرف أن هذا من هذا، نعرف أن منها أن هذا من هذا. المهم بخلاف ذلك بين معقوفين أن يعرف هذا الرجل أن هذا ولده، ليعطي بحكم العاطفة وبحكم الشرع ما يجب أن يعطيه لولده. الآباء يعطون بسبب واحد، معرفتهم أنهم أي الأبناء امتداد لهم. حقيقة أن هذه العبارة
فالرجل حين يعرف أن هذا الابن ولد من علاقة بينه وبين بنت مثلا كان يمنيها بالزواج وتخلى عنها، أو خدرها واغتصبها، أو اختطفها، أو لأن مفهوم الزنا ينبغي أن يوضع بين قوسين. فأكثر الحالات التي نواجهها فيها مآسي كثيرة لا تتعلق بإرادة متبادلة، إنما يقع الأمر فيه تغرير أو اعتداء أو عنف إلى آخره. على كل حال جميع الحالات داخلة في الحكم، ولكن هو الآن يقول المسألة ليست تاريخية، ليس المهم أن نعرف أن هذا من هذا، ولكن المهم هو أن يعرف الأب أن هذا منه ليعطيه ما يستحقه من العطف ومن الرعاية. ما فهمتش أنا شنو الفرق، غير الضمير. ليس المهم أن نعرف أن هذا من هذا، ولكن يعرف ذاك أن هذاك منه، وهي هنا هذا ترجع كما يقال، هي المسألة تعود إلى نفسها، ولكن هو سيوضح لنا لاحقا ونرى إذا كنا سنتفق معه. وأعرف أن هذا التعريف هذا لو جلس لكتابته وتدقيقه لربما تراجع عنه، لأنه أنت ترى ليس المهم أن نعرف أن هذا من هذا، ولكن المهم أن يعرف هذا أن هذا منه، يعني تنبداو من الأول وترجعوا من الآخر. حنا في الأول، والمولود في الوسط، والأب في اليسار. ماشي المهم نعرفوا حنا أنه منه، ولكن أن يعرف هو أنه منه. هذه هي اش نسميها ببساطة أم تخليط بين الغلط والتغليط. واش هو يعني كان يقصد التغليط أم هو نفسه وقع في هذا المستحيل؟ لأنه طبعا إذا عرفنا حنا أنه منه وعرف هو أنه منه، فلازمه أن تبقى هناك فقط الإرهاب والحدود الاجتماعية والعادات والتقاليد وما نخلقه نحن من أجواء عدوانية، هي التي تجعل الأم نفسها تأخذ فلذة كبدها وترمي وتضعه أمام خيرية أو في مكان. هذا جرح عظيم ينبغي ألا يبقى في المغرب. وبعد استطراد إلى أهمية النسب، وهذا أورد فيه بعض الأخطاء يمكن الرجوع لها أو نثيرها أثناء النقاش. وبعد استطراد إلى أهمية النسب يعود ليعلن عدم رفضه لحجية لاديين. لاديين نوع من الحمض النووي الذي يعول عليه المحدثون في رد كلام الفقهاء والاستخفاف بهم والاستهزاء أحيانا منهم. وطبعا الاستهزاء يتم لأنه كاين هناك أوضاع بعد عصر الانحطاط، وقعت أوضاع يعني في الحقيقة الاستهزاء لا يجوز، ولكن الفكرة تثير ردود فعل سلبية. يقول معليش، يعني يتسامح مع من يستهزئون أو من يقولون إن الفقهاء متأخرين عن العصر. نقول له أي المعترض: لادين هي حجة قطعية. هذه مسألة مهمة أراحنا الأستاذ من الخوض فيها. حجة قطعية في ماذا؟ طبعا هنا من ناحية الكتابة نقول ولكن في ماذا؟ يقول هو شفويا المسألة سهلة، تقول هي حجة قطعية في ماذا؟ ماشي حجة تكشف بها الأورانيوم، وهذا نوع من الخروج عن الموضوع.
طبعا احنا ما تنذكروش عن الأورانيوم، فيها الأورانيوم. هي حجة في بابها، في التناسل، في التواصل البيولوجي، لا أقل ولا أكثر. الحقيقة أن الكلمة العلمية التي نحن محتاجين إليها في هذا الكلام هي، معليش نقوله، هي حجة قطعية في بابها، في التناسل والتواصل. أما قوله ليست حجة لإثبات الأديان، فالغرض منه أنه ما دام تعذر أن نرفضها علميا، فنحن على الأقل سنكسر هيمنتها أو عنفوانها كإنجاز علمي قوي. فهي لا يعني، إلا مشينا لواحد بين قوسين مع الاعتذار، في الدارجات تجيب شي حاجة يقول لك بالزهط، زعما أنتم تفتخرون على بلادين. الحقيقة أنه الأورانيوم في مسار الفيزياء والأديان في مسار البيولوجيا خطان متوازيان، ولا يمكن لأي منهما أن ينقص الآخر. إذا كان الأورانيوم لا يعطينا الأديان، فذلك لا يعيبه، لأنه يعطينا الكواكب يعني الاتجاه ديال البحث الفيزيائي يوصلنا إلى مجالات بعيدة، كما أن البحث البيولوجي يوصلنا إلى أعماق 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 الإنسان. إذن هذا النوع من تأثير السيكولوجي، الباثوس والإيثوس، يعني هنايا مستخدم في هذه الخطوة بكثرة. إذن هذا لا يهمنا، فقط أزيله حتى يتأكد الأستاذ أن هذا لا أهمية له، وحتى يتأكد المصفقون أنهم صفقوا في غير محله. فالأديان عالم واليورانيوم في عالم، وهما عالمان يمتدان في اتجاهين مختلفين ولكنهما متداخلين. وقل أما أن نقول أيضا لا أقل ولا أكثر، فهذا كذلك نوع من التهوين. فإذا قلنا مثلا إن مثلا المضادات الحيوية تستعمل في محاربة كذا، لا أقل ولا أكثر، فعلاش لا ضرورة هي أصلا عندها غير هذاك الموضوع هو ديالها. كذلك مثلا الدواء ديال اللي ضد مثلا مسكن الألم، ما يمكنش نقولوه فهو دواء في تسكين الألم لا أقل ولا أكثر. احنا بغينا ما بغيناش نحرثوا به الأرض أو نستبدلوا به الجزر أو القرعة أو غير ذلك. يعني فلما يتفتح هذا الباب للتهوين والسخرية، راهو الرد تيكون موجود وسهل. فلذلك أنا أنفي الآن هذه العبارات أن الأديان لا تنتج الأورانيوم، وليست لا تثبت في أقل ولا أكثر، إلا النسب لا أقل ولا أكثر. تفيدك، هل نحن عاود نرجعوا نقراو الجملة ديالو خارجا عن هذا التشويش، غير المفيد. يقول الأديان هي حجة قطعية في بابها تفيدك أن هذا من هذا يمكن، ها واحد الاستهانة أخرى، يمكن أن تجربها على الإنسان أو على الحيوان وتعطيك. هو وقف، ولكن بين قوسين نفس النتيجة. هاد الهضرة ديال نجربوها على الإنسان والحيوان لا تنقص منها. إذا كان الكائنات الحية كلها فيها الأديان، هذه الحيوانات كلها يمكن تحل فيها الأديان، يعني ما لا ينقص ولا ينقص في بابها. هي قطعية، ولكن إذا أردنا هذه المسألة هو الآن سيفيدنا، يعني الفائدة التي انتظرناها ها هي الآن ستأتي. هي قطعية، ولكن إذا أردنا أن نحكمها
في أن هذا تناسل، في أن هذا التناسل وقع في إطار شرعي، فلا، بين قوسين فلا، لأن في هذه اللحظة كان واحد التشويش، ولكن المفهوم فلا. إذا أردنا أن نحكمها في إطار عقد شرعي، تشويش أنا كملته فلا، وعاد دركنا الكلام فيما بعد. احنا مشكلتنا ماشي هذا، ماشي هادي، نحن نريد أن نثبت فيما إذا كان هذا منسلا من هذا. طبعا لا دين حتى شي واحد، لا أحد يقول بأن لا دين سنستعملها لتثبت لنا أن هذا الطفل مسجل شرعا في عقد زواج، ومن هذا في عقد زواج. هذه القضية العقد الشرعي يثبتها العدول، ويثبتها القضاة والمحامون يدافعون عنها، والآباء يطلبونها. هذه مسألة اجتماعية، لا دين ما لا دخل لها فيها. لا دين تقول هذا من هذا، ابنه من سلالته من جينته يمتد. إذا طلب هذا الطفل تحليلا لمساره الجيني سيجد نفسه في هذا الطريق. هذا هو اللي تثبت الذين ما هيش وكيل شرعي أو قاض أو محامي لتثبت أنه يملك عقدا شرعيا. هذيك مسألة نمشيو نبحثوا فيها، ولكن هذيك المسألة راهو محصورة فقط في ولد الفراش. هذه مسألة ما سيأتي الكلام. إذن هذه كما ترى هذه هي الفكرة، هذا كل هي الأطروحة ديال الأستاذ، هي أن في الأول الفقرة الأولى تيقول المسألة ليست قضية النسب، ليست تاريخية معرفية أن نعرف أن هذا من هذا، بل أن يعرف هذا أن هذا منه. هذه مسألة فيها إذا بغيت ما نعرفش غادي نسميوه واش الدور هذاك اسمه الدور ولا التسلسل ولا شنو نسميوه. يعني ما نقولوش حنا ما بغيناش نعرفوا أن هذا من هذا، ولكن نعرفوا أن هذا يعرف أن هذا منه. وهو إذا كان يؤمن بالعلم وملزما به فسيعرف أن التحليل سيوصله أن يقول له أنه منه أو ليس منه. هذه المسألة اللي نعود، لأن إلا مشى حتى شكينا في الدين غادي نخربوا واحد المجال كامل، في مجال الإجرام، في مجال إثبات الكثير من الحقوق. هذه ما نقدروش. الناس الآن يعتقلون ويحاكمون بسبب ما يتركونه من آثار هذه الأديان. الحجاج يبدو القول بأن هذا من هذا، ثم الحكم بأنه لا يستحق أن يلحق به ليحمل نسبه وينتمي إلى سلالته، قول لم يقنع الفقيه. يعني تيظهر لي أن هذا كله لما كمل منه وقالوا اكتشف هو نفسه أنه غير مقنع، وأنه سيخلق من المشاكل أكثر مما سيقدمه من حلول، ولذلك لجأ إلى ما اعتبره حجة قطعية في الممارسة النبوية الشريفة. يعني يقول ولو تكون لا دين قطعية ما تثبت النسب، لأنه وقع في التاريخ النبوي أن النسب ثبت بحجة قطعية ولم يثبته الرسول. أن نسب ابن الزنا، نكونوا واضحين في الكلام، أن نسب ابن الزنا ثبت بحجة قطعية، ومع ذلك لم يثبت النسب شرعا. ما هي الحجة التي أتى بها؟ يقول نقول لا دين إذا كان قطعيا، هذه إذا ما بقاش لها موضوع صافي فضينا معها. لا دين إذا كان قطعيا، نحن كذلك كان عندنا في تاريخنا شيء قطعي. كان الرجل يأتي ويعترف
جاء رجل إلى رسول الله عارضا والاعتراف سيد الأدلة ودليل قوي. قال نضيف حنا يا رسول الله أنا عاهرت بهذه وجاء هذا الولد. عاهر أي زنى، وهي هذيك الحديث الذي لم يكمله وسنعرج عليه: الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر إلى آخره. وأنا عاهرت بهذه وجاء هذا الولد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام ألغى دعوى الجاهلية، الولد للفراش. نقطة، هذا لم يضيف الفقيه أي شيء. الولد للفراش. هذه هي الحجة التي سد بها الفقيه أفواه من يتحدثون عن حجية الحمض النووي لدين، أي من يتهمهم هو بالسعي إلى، وهذا كلام غادي بالنص، فتح باب اللقاء خارج عقد الزواج للمتعة. هذا الفضل. هذه هي الحجة التي سمعت بعض من يسعون إلى حماية الأسرة يرددنها ويرددونها كحد وكحاجز لا يتجاوز: الولد للفراش. هذا الاحتجاج معيب. وأول عيب في الاحتجاج بهذه الواقعة لإبطال مفعول الحمض النووي عيب حجاجي منطقي، بل حتى لا أطيل، معناه عيب حجاجي منطقي لأن فيه انزلاقا من لفظ إلى لفظ، وفيه تدليس بالنسبة للحاضرين الذين استسلموا لبعض الإطارات التي كان يزرعها الفقيه أثناء كلامه ليسخر من الآخرين. فهو هنا قال لنا بأن الرجل الذي جاء إلى الرسول اعترف، والاعتراف سيد الأدلة، وكمل وقال دليل قوي. ومع ذلك دليل قوي بحال دين في نظره، في تقديره، يعني وضع الآن ما سماه هو بالاعتراف في مقام لا دين. الحقيقة أن هذا لا يسمى اعترافا في اللغة، بل يسمى ادعاء. الرجل يدعي والآخر ينازعه، فنحن بين ادعاءين، أحدهما عنده مرجح وهو الفراش والمصلحة الاجتماعية والسكينة والطمأنينة والسلم تقتضي أن تحمى الأسرة وأن يحسن الظن بها. ولذلك هذا الشخص المدعي كان يستحق حتى العقاب، ولكن نظرا لأن الأمور كانت في سياق الخروج من مخلفات العصر الجاهلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أصدر هذا الحكم، قال الولد للفراش. ولم يقل فقط هذا، بل قال شيئا آخر سيأتي، هو العيب الثاني في هذا الاستشهاد. قلت هذا دعوة هذا الرجل الذي جاء إلى الرسول وقال هذه أنا زنيت بهذه فولدت هذا الولد فهو لي. هذه الدعوة لا تختلف عن دعوة أي بنت اليوم غرر بها أو اغتصبت أو
استسلمت للإغراء أو غير ذلك، لا نعلم السبب، فوقعت في حمل، فهي تدعي أن فلانا هو الذي فعل كذا. إذن فنحن الآن هذا الرجل الذي جاء في الجاهلية فقال له الرسول الولد للفراش، هذه دعوة، هو دعوة وقدامها دعوة الأسرة أو دعوة الأب صاحب الأسرة. اليوم تقوم دعوة بنت تقول بأن هذا هو الذي تسبب في حملي، هذا أبو بنتي أو ولدي، كما وقع منذ سنوات قليلة في الدار البيضاء في حوادث ضخمة لا أريد أن أذكر بها لأنها تسمو إلى مكان رهيب، يعني أن تجد عالما كبيرا أو محاميا أو كذا يهرب من الاعتراف بنسب إلى آخره. هذه اللي بغى يعرف داك الشيء اللي وقع يبحث عليه في اليوتيوب، راه موجود. هل غلط الفقيه هنا أم غلط حين قفز من الاعتراف، من الادعاء إلى الاعتراف، حين اعتبر الادعاء اعترافا؟ الاعتراف عطاء، والادعاء طلب. الذي يعترف يعطي، الذي يدعي يريد أن يأخذ. وحين يعترف الأب فهو يعطي لابنه الحق، حين تأتي البنت وتقول فهو متهم، فإما أن لما تقول البنت هذا أبو ابني، فهو إما أن يعترف فيعطي، وإما أن ينكر فيدعي أنه ليس هو إلى آخره. أقول الفقيه هنا يمكن غلط حتى نفسه، وهذا الشيء أنا تكلمت عليه في دائرة الحوار ومزالق العنف، وهو أنه من شدة الرغبة في الإقناع وفي الاحتواء، يعني عملية تحريك الجمهور والتحكم فيه، المانيبيولاسيون اللي تسميه الاستدراج والاحتواء، تدفع الخطيب إلى أن يخطئ، أن يعتقد ما ليس صحيحا، أن يقع هو أيضا في الخطأ ويعتقد أنه على الصواب. ولذلك ينبغي في هذه الأماكن أن يتأنى المرء ويكتب ما يريد قوله، يكتبه ولو يحرره قانونيا. فهنا الفقيه وقع فيما تسمى هنا التخليط بين الغلط والتغليط، هو الرغبة ديالو التغليط فوقع فيه. من يجعل استراتيجيته هي تغليط الناس دائما لابد أن يقع في الغلط، ومن يجعل الاستعارة دائما وسيلة للتضليل والسخرية لابد أن يصنع من الاستعارات ما يضحك به الناس عليه. هذه الأيام عندنا عشرات بالمئات الاستعارات التي استنبطها المعلقون المغاربة في الانترنت من بعد الناس في جيراننا الذين يطلقون استعارات فتنقلب عليهم لأنها أحق بهم وألحق بهم. ثاني عيب في هذه الحجة القطعية هو الوقوف عند ويل للمصلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول فقط الولد للفراش، بل قال أيضا الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي حديث آخر، يعني في رواية أخرى، أو كان هناك نزاع بين أحد الصحابة الأجلاء عندكم ذاكرتي ليست مضبوطة جيدا، فإن أخطأت في شيء فاصلحه. سعد بن أبي وقاص جاء الرسول فقال له إن فلان، واحد الطفل، ابن أخي، أسر إلي بذلك قبل موته وأوصاني به خيرا. وجاء شخص آخر، أو هناك قبل هذه الدعوة كان هذا المتنازع عليه منسوبا إلى
أو يعيش مع أخيه اللي هو معد، يمكن معد بن زمعة إلا ما أخطأت في الاسم، معد بن زمعة. وكان يعيش معه لأنه ولد على فراش أبيه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أخي، هذا ولد على فراش أبي. إذن سعد رضي الله عنه كان يدعي أنه ابن أخيه أوصاه به، ومعد بن زمعة إذا لم أخطئ في الاسم الأول يدعي أنه أخوه ولد على فراش أبيه. فالرسول نظر في الأمر، ولا يهمنا يعني تفصيل المسألة، لأن الرسول ألحقه بزمعة للشبه، لاحظ الشبه وقدم الفراش المعروف. وهناك جانب من هذه القصة نتركه لمن أراد أن يناقشه، وهو أن الرسول قال لسوداء: احتجبي منه، وهي بنت زمعة أيضا، احتجبي منه إلى آخر. هذا لا يهم، الذي يهم هو أن الحديث له امتداد، ونحن نحفظ هذا الحديث إلى ما لم تخني الذاكرة كذلك في حجة الوداع، في آخرها فيما أذكر جاء: الولد للفراش وللعاهر الحجار، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، إلى آخره. إذن قلنا في هذا الحديث، في هذا الكلام الذي استشهد به الفقيه: الولد للفراش، فيه هذا التدليس، وهو إخفاء الحكم، لأن نحن نريد المصير. ماذا يكون المصير؟ المصير سيحدده في فقرة لاحقة، يقول الحقيقة هي وضع الأطفال مؤلم وينبغي أن نعتني بهم، أما الزاني فحكمه معلوم. ولم يقل ما هو الحكم. أنا أقول ينبغي أن يكون صريحا، أن يقول لنا ينبغي أن نعود لتطبيق الحدود، جلد الزاني ورجم المحصن، ونمشيو أيضا القطع اليد السارق وجلد شارب الخمر والبيع والشراء في الإماء، لأن هنا أيضا في حكم هذه المسألة هناك حكم الأمة، حكم الحرة وحكم الأمة. مثلا عند بعض الفقهاء العقد مثلا عند أبي حنيفة يعتبر فراشا، والشراء بالنسبة للأمة يعتبر فراشا إن كانت للتسري وليس للخدمة عند المالكية، عند بعض المالكية. إذن المسألة ما مشي بهكذا الولد للفراش والسلام عليكم، لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، نعطيو العاهر الحجر، لا، خليك معنا في هذا العصر اللي حنا تنحاولوا نقدوه. خرجنا من العبودية، خرجنا من الإيماء، خرجنا من العقوبات الجسدية، كل هذا في إطار الإسلام، في إطار روح الإسلام. عيب الأستاذ، وهذه أيضا كنت لاحظتها، لا أذكر أين قرأتها، للأستاذ الريسوني قال يعني علق على توجه ابن حمزة غير المقاصدي. ابن حمزة إذا اتبعته في كل معاداته للحداثة والحداثيين والصراع معهم غادي تسقط مباشرة في فقه الدواعش. يعني داك الشيء اللي تيقولوا هو غير ما تيعلن، هو ما قالش بأن لا دين كذوب كما يقولون هم بعضهم ولم يتحدث عن الزنا استبعادا لأن يقال له أجي نقيم الحد، تيتحدث معك في نفس الموضوع ويدير شي محاولات باش يقول المسألة تاريخية، المسألة فيها الأسرة وفيها حقوق الإرث وشي مسائل يمكن إلا بغينا نرجعوا نناقشوها غادي نبينوا الخواء
الذي يحتويها، لأن لو تبعنا المقاصد غادي سنسير مع الفقهاء ومع الأئمة في اتجاه إثبات النسب بكل الوسائل المتاحة. هذا العيب الثاني، وهو بعد العيب الأول الذي أحل فيه الاعتراف محل الادعاء. العيب الثاني قطع الشاهد فلم يعطينا النصف الثاني الذي فيه الحكم وفيه الحل، واعطانا الولد الفراش. العيب الثالث، ثالث عيب وهو أعظمها، تحكيم الجزء السياقي في العام التشريعي. وهنا نفتح قوسا كبيرا ونستمع إلى القول الفقهي في الموضوع من زاد المعاد. أنا ما بغيتش نجيب من شي جهة لا تدخل في اهتمام الأستاذ، بل في سياق من حسن حظ أن هذا المسار، مسار الإلحاق، هو مسار فقهي. يعني صورة الفقهاء فيه عند الحدثيين شيئا ما غير مستساغة، لأن الجانب السياسي في خطابهم مثلا، هنا غادي هنا في مسار ابن تيمية، كاين تشدد في المجال السياسي لظروف العصر والسجن وكذا، ولكن كاين تفتح وموضوعية مثيرة للاهتمام في الجانب الفقهي. وقد استخرج أحد الهلالي، هذا سعد الدين الهلالي، حوالي 5 أحكام عند ابن تيمية من أكثر الأحكام عقلانية وحداثة، مثل شهادة المرأة والشهادة غير المسلم وشيء يذكرها عنده. وهنا كذلك في هذا المسار عنده كذلك هذا الموقف متميز، لأن جهة النسب ليست واحدة فقط، الولد للفراش، بل هي أكثر من ذلك. مثلا نشوف هنا في كلام في الصفحة 363 يمكن 372. المهم في الجزء الخامس يقول: وجهات ثبوت النسب 4. إذن النسب ما تثبتش بالفراش فقط، جهات ثبوت النسب 4: الفراش والاستحقاق والبينة والقافة. القافة أو القيافة، التعرف بالملامح، وقد استعمله الرسول على ما جاء في حديث سيدتنا عائشة حين جاء ذات يوم مستبشرا، لأن الشخص الذي كان يتقن هذه القيافة لاحظ التشابه القوي بين رجلي أسامة وأبيه، أسامة بن أبيه زيد بن معاذ. وأنا أذكر أنه حتى كنا في الثانوي كان أحد الأساتذة يردد مثل هذه الاستئناسات بالقيافة وبالشبه وبالظنون في الفقه، لأن احنا كنا نقرأ الفقه وتاريخ السنة والتوحيد والأشياء كثيرة لم يقرأها الكثير من الناس الذين يمروا من التعليم الأصيل ليعرفوا الحديث ويعرفوا الفقه إلى آخره، ولكنهم التحقوا بعد نهايتهم من السلك الأدبي بهذا الميدان لأن فيه رواج، ولذلك لا يعرفون الكثير من هذه الأشياء. قال: في 3 الأول متفق عليها، واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش إلى آخره، واختلفوا في التسري. طبعا هذا الفراش ماشي هكذا مباشرة، يعني فالفراش فيه أيضا إشكال، واختلف الفقهاء. هذا ابن القيم اللي يقول: واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على 3 أقوال. أنا كلمة فراش
نستعملها لأنها مستعملة في التراث ونريد أن يعرف الناس ماذا تعني. يعني الفراش ماشي كلمة واحدة، ماشي العقد، ماشي الدار اللي فيها الفراش. الفراش مصطلح فقهي فيه عند البعض شروط وعند البعض تسهيل إلى آخره. أحد هذه الأقوال أو القول الأول أنه نفس العقد، وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقبه أو عقب المجلس مباشرة. هذا مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول العقد نفسه فراش، اللي تولد في خلال العقد يعتبر ابنه. الناس كانوا تيحكموا لنا ما عندهمش لا دين، تراعيوا الستر والانسجام ودفع التشرد ودفع الفضيحة إلى آخره. والثالث، نمشيو للثالث لأنه يضاده، أنه العقد مع الدخول المحقق، نقيض رأي أبي حنيفة. وستستغرب أن رأي أبي حنيفة اللي فيه العقد هكذاك وحده يناقض القول الذي سار فيه ابن تيمية الذي هو حنبلي فيما أعتقد، الله أعلم. أنا ماشي متقن. أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب إلى آخره، بدون الدخول في التفاصيل، حتى تقول هو ابن تيمية. وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبني بامرأته. شوف المشكل هذاك، البناء أساسي. وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبني بامرأته. إذن هناك رأي أبي حنيفة يقول العقد فقط، وهناك رأي الشيخ الإسلام بن تيمية الذي يقول، وتبعه فيه ابن القيم وفقهاء آخرون، يقول لا بد من الدخول المحقق. والثاني الذي هو بينهما أنه العقد مع إمكان احتمال الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. إذن هذه أمور لا يمكن تجاوزها هكذا بجرة، يعني بقلم كما يقال. إذن نأتي إلى قضية أريد، رغم أن الكلام لم ينتهي ولكن أريد أن أنهيه، وهي احتجاج التوجه أو المذهب الذي يرى الإلحاق حين يعترف الزاني، هكذا خليه بين قوسين، وإن كان في عصرنا هذا شخص اغتصب واحدة لا نسميه زاني، نسميه مغتصب. حين يعترف الأب نسميه الأب حين يعترف ولا يعارضه أحد. وطبعا حين تأتي المعارضة يبقى هناك باب مفتوح للقرائن والدين وغيرها. يقول ابن القيم في المذهب الذي يذهب إلى الإلحاق، فإن قيل فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا
لا فراش هناك يعارضه. هذا هو الوضع اللي عندنا في العصر الحديث في 99% من الحالات. هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟ قيل هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به وأول قول النبي الولد للفراش، أول قول النبي الولد للفراش على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم. ونحن نعلم اليوم هذه القضية ما عندناش اليوم في العصر، هذه نادرة أو أندر من النادر نفسه. ما كاينش تنازع بين أسرة وشخص يأتي من الخارج يقول أنا زانيت، لأنه مباشرة سيلقى عليه القبض ويعاقب كما تقدم. وهذا مذهب الحسن البصري، وهو كما تعلمون من الزهاد ومن المتصوفة ومن الفقهاء الكبار في العصر الأموي. الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها، فقال الحسن يجلد ويلزمه الولد، يجلد ويلزمه الولد. حتى احنا اليوم نعاقب هذاك الشخص بعقاب الذي نعاقب به اليوم ويلزمه الولد. الولد ما عنده فين يمشي عليه، ويمكن احنا نديروا له شي بركه ديال العقاب كما نديروا اليوم الفساد الى اخره او يعفى عنه. وهذا مذهب عروة بن الزبير الصحابي، عروة بن الزبير والصحابي والله ماشي صحابي ماشي مشكل. وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قال إنما أيما رجل أتى إلى غلام زعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو أبوه وهو ابنه. واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية فمن ادعاهم في الإسلام. هذه القضية أيضا لما حين نتتبع هذه القضية كتبت على ظهر الصفحة حين قرأت هذه الجملة: إن مسار البحث في حقوقية المسألة مما جاء من أخبار من عهد الرسول وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين، والبحث عن الوسائل التي تثبت البنوة بشتى السبل، ومنها القافة أو القيافة أي الاحتكام إلى ملامح الجسد، إذ إن هذه الوسائل لم تكن قطعية، وإذ إن هذه المسائل لم تكن قطعية فقد أعطيت الأسبقية للفراش حين يكون وحين وحين ينازع صاحبه، وحين أيضا لا تعترف المرأة بالزنا أو تدعي أو يتهمها الزوج بالزنا، فنصل إلى مسألة الملاعنة. هذا شيء بعيد عنا. الفراش إن كان موجودا ولم ينازع في النسب صاحب الفراش نفسه. بعد هذا الكلام هناك جوهرة من القول في احتجاج ابن القيم، ونحن في العصر الحديث ينبغي أن نهتم بها ونحكمها، لأننا في إطار حقوق المرأة والرجل وفي حقوق التكليف الملزم لهما وفي حقوق سويات الإسلام بين القرآن بينهما في هذا الموضوع. حين قال الزانية، حين دائما يقول الزانية والزاني ولا يعتبروا واحدا منهما. فالأحكام التي تصدق على المرأة ونطبقها عليها
تصدق على الرجل. ومن المؤسف أنني نشرت منذ 3 أيام هذه الفقرة من كلام ابن القيم، وكنت أنتظر أن أسمع ردودا وثورة عليها، ولكن لا أحد خاطبني فيها إلا زميل أيدها أو زميله. فما أدري كيف هاد الناس يسكتون على مثل هذه الحجة، وهي أن ما يصدق على المرأة يصدق على الرجل. هذا سجلته أنا منذ سمعت كذا، وما كنت أعلم أن ابن القيم ذكر، حتى كنت أقرأ زاد المعاد واستلطفت الكتاب استلطافا كبيرا، وكان عهدي به من زمان. يقول: وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا. كما تراه قوة ووضوحا يعني مذهب الإلحاق. طبعا هم الإلحاق تقول إذا اعترف الأب ولم يعترض معترض ولم يكن هناك فراش. علاش يقولوا هكذا؟ لأنه البينة، خصنا نبين الحجة، وإذا كان النزاع نلجأ إلى الاستلحاق. هذا حجة أولية للشخص نفسه يعترف، هو حين نقول له أنت كذلك أو يأتي هو فيقول هذا ابني وأريده ولا يعترض أحد. هذا سهل، هذا يعني الفقهاء هؤلاء يقبلونها. بقية قضية حين تقول المرأة إن هذا أب ابني، فتستعمل البينات المختلفة الآن، الخطبة، المعاشرة، السكن، هذه شيء معروف، وتستعمل حتى القيافة. اليوم احنا القيافة عندنا قطعية، وهي لا دين لا دين. وربما ذكر لي أحد الزملاء ولم أتأكد من ذلك علميا أن بعض المشتركين في قريبا في هذا السلل في الأديان يعني هكذا تكون عندهم بعض الملامح الجسدية. هذا أمر يحتاج إلى التدقيق على كل حال، لا يهمنا. وهذا المذهب كما تراه قوة وضعفا. يقول: ولسماع الجمهور أكثر من الولد للفراش. لسماع الجمهور الذي ينازع هذا الخط ديال كبار متصوفة وفقهاء، غير الولد، هذا الشيء اللي عندهم الولد للفراش، وهو هذا ما بقاش عندنا حنا ماشي مشكل. ولذلك في الشهاد الشيخ بن حمزة به يعني ما عرف كيف يعني يريد أن يجتهد به. وصاحب هذا المذهب أول قائل به: والقياس الصحيح يقتضيه. الروعة روعة الكلام. القياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين. نحن نقول أحد الأبوين ماشي الزانيين، لأنه البنت التي يختطفها يغتصبها أو ينومها أو كذا ما ليست زانية بالمغتصبة. فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه. يعني الولد الآن يلحق بأمه، الناس ما تعرفوا هذه القضية، بحال ما تسمعوها ما تشوفوهاش. لحقوا بمو ما تلحقوش بباه. شنو هذا الكلام هذا الخاوي هذا؟ وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به. يعني يلتحق بأمه وبأقارب أمه. وقد وجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشترك فيه. والماء يعني يقصد الحيوان المنوي والبويضة. ومن نحن لا على كل أقولها في الأخير. واتفق على أنه ابنهما. اتفق، هذه مهمة في القديم لأنه ما عندناش لا دين، على أنه ابنهما. فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس.
محظور القياس معناه أنه قياس صحيح، ليس فيه تدليس وليس فيه اختلاف. يعني ما معنى ليقول قياس صحيح؟ لأن الله يقول الزانية والزاني إلى آخره. قلت القدماء إذا لم يجرؤوا على الإلحاق فهم معذورون، لأن حدود علمهم هي إثبات الإلحاق باعتراف الشخص عن طواعية أو طلبه، وكذلك حين تكون هناك بينة، والبينات راها بابها التي يبحث فيه، ومراعاة الشبه إذا أفاد في ذلك لتطمئن القلوب. فالسيدة عائشة قالت أن الرسول كان جاء مستبشرا حين أخبر بأن العلاقة بين زيد وابنه مرجحة من وجهة نظر التشابه. جاء فرحا ليس لإثبات النسب ولكن لإزالة الظنون. القدامى كانوا يجتهدون في إطار ما تتيح لهم علومهم، وهم نحن لا نستهزئ منهم ولا نلومهم حين يجتهدون عقليا في بعض القضايا التي ليس له إمكانية لتفسيرها علميا. ومن هذه القضايا التي وقعت في هذا المجال حديثهم عن الماء، ماء المرأة وماء الرجل. هم يعتقدون أنه ماء يختلط بماء، ولذلك افترضوا أنه حين تعاشر المرأة أكثر من رجل في وقت متقارب يمكن النسب أن يختلط، ويمكن أن ينسب لأكثر من أب إلى آخره. الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن هذه هي أطروحة الفقيه، فيها هذا الشيء اللي تشوفوا فيها الكثير من التدليس والكثير من الإخفاء والكثير من التجني. ويحاول أن يعطي المسألة بعض التوابل الاجتماعية والعقلانية. مثلا حين قال إن من يريدون أن يبيحوا العلاقات الجنسية خارج العقد الموثق، هادو يشجعون على فتح باب هكذا إلى آخره. وطبعا هذه المسألة راه ربما حيت كثر التصفيق بزاف ربما يكونوا صفقوا لها المستمعين. لا هذا حين يقال لا نلحق الولد بأبيه الزاني حتى لا يفتح باب الزنا، نفترض أو ندعي أن الآباء حريصون على نطفهم. نفترض أن أحدهم سيقول كيف أزني وأنا سأحرم من ابني، من نطفتي التي هي مني. الواقع هو أن الاطمئنان إلى عدم قبول طلب إثبات البنوة هو الذي يطمئن الزاني ويشجعه. يعني الزاني نفرض الآن شباب إلى آخره أو ناس عاديون عندهم اطمئنان، متى سيشجعون؟ هل إذا علموا أنهم سيلزمون بالإلحاق أو النفقة، حتى كما قال وزير العدل وإن كنت لا أتفق معه لأن النسب هو الأساس. إذا كان هذا الإلحاق الذي لا يريدونه يفرون منه، والنفقة كذلك التي يفرون منها، إذا كان هو الذي يرهبهم
فكيف يقول بأن هؤلاء الذين يريدون الإلحاق ويريدون فرض النفقة يفتحون باب الزنا، بل الذي يريد فتح باب الزنا هو الذي يحارب إثبات النسب، الذي يحارب استعمال الأديان، الذي يجعل من يقبل على التغرير بالبنات واستغلالهن يجعله يطمئن إلى أن القاضي لن يأمر بإجراء فحص الأديان حتى ولو أمر بها الطبيب. وهذه وقائع أمامنا، وذكرت سابقا واقعة وقعت في مدينة كبرى مدن المغرب، واقعتان وفيها الله يسمح لنا، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. فالناس حين يعلمون أنهم لن يكشفوا بلا دين ولن يلزموا في ذلك الوقت سيطمئنون، كذلك اللصوص والسراق وجميع المجرمين حين يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب. كيف قلب الرجل الحقائق أمام المستمعين وكيف صفقوا له، والله لا أدري كيف. أنا تجنبت حتى بعض يعني المحاضرات وبعض الندوات، ومرة حتى بعض المواقف اللي ملزم نحضر فيها، لأنني أسمع مثل هذا الهورة. يقول لك إلا كشفنا الزناة ولزمناهم بإلحاق النسب أو طالبناهم بالنفقة غادي يكثر الزنا. أيوا هذا قلب للحقائق. ويقول واحد الفكرة حتى هي أيضا ليست مقبولة، يقول لك وغادي تيقولوا باش يخلصوا 20 سنة نفقة 21، إيوا يخلصوا بعد هذوك اللي قبل منهم. لا يعني لا نقول هكذا. إذا سرنا في هذا الطريق الذي يسير فيه الكثير من الانهزاميين فنحن لن نصلح هذا البلد، بالعكس نحن نشرع لكي نطبق وننفذ ونجاهد ونعزم النية على الإصلاح. أما إذا جئنا لكل حالة نقول حتى يفعلوا اللي قبل منا حتى كذا حتى لا، هذا المنطق لا يقبل. إذن هذه القضية كذلك هي من المغالطات التي استعملها الاحتجاج بالتماسك الأسري في هذا. الحقيقة أني لم أستوعب قول الفقيه في أول فقرة من صياغة موقفه، حيث قال بأنه ليس مهما أن نعرف أن هذا ابن هذا، لكن أن يعرف الأب أن هذا ابنه ليعطيه ما يستحق إلى آخره. فما الذي يمنع الأب الذي يقر بأبوته أو يتأكد يقينيا علميا أنها ثابتة أن يعطي ذلك العطف وتلك الحقوق؟ ما الذي يمنعه؟ بقي فقط أن يلحقه إداريا فهو يعرف أنه ابنه. المتبقي الآن هو هذا الإجراء الإداري، وقد بقي باب الإلحاق مفتوحا بعد صدور المدونة. يعني في الواقع المغربي بقى الناس يلحقون فقط الشهود وكذا نتزوج إلى آخره. أما الأمثلة التي أوردها بالقول في تفكك الأسر، مثلا قضية يقول من الدليل على أن الناس متمسكون بالنسب والنسب لما كذا، أن الشخص الذي يريد أن يترشح يذهب إلى قريته أو المكان حيث يوجد أقاربه أعمامه وإخوانه وقبيلته كذا يقول، وإذا لم يترشح في ذلك المكان لن يحصل حتى على صوت واحد. وكي الناس الذين أمامهم لم يرفع أحد يقول له لا هذا خطأ. مدونات الانتخابات وقانون الانتخابات يسمح بالترشح في أماكن مختلفة، مكان السكن، مكان والإقامة، مكان العمل، مكان التجارة إلى آخره. ماشي ما كاين هذا من جاب هذه الحقيقة.
يقول كذلك أن قضية الإرث غادي توضع هذاك الابن الملحق في مكان يحجب فيه بعض الورثة أو يأخذ نصيبا منهم. هذا كذلك كلام، هذا راه أصبح ابنان، أصبح في ذلك الموقع. ما الذي يضرك؟ قال لك لن يسامح الآخر، ليس لهم حقوق من بعد ما يقع التدوين والتشريع للمسألة على حسب هذا المسار التاريخي الذي سار فيه الفقه، وهو فقط إثبات النسب وتسجيله. هذه مسألة ماشي، حنا ماشي ما تنعيشوا في عصر السيبة، المخزن والسيبة. اليوم حنا نعيشوا أكثرنا في في مدن لا يعرف الجار من بجواره. المدن الكبرى دابا الدار البيضاء فيها شي قبيلة ما تيترشحوا كاع هذوك الناس اللي تيترشحوا الدار البيضاء، يترشحوا عند أقاربهم وقبيلتهم وفاس وكناس. علاش لماذا يصفق بعض الناس لمثل هذا الكلام؟ لا، الكلام لا ينبغي أن يصفق عليه. ينبغي أن يقال للفقيه أن هذا الكلام تجاوزه الزمن، وينبغي أن يعيش معنا في هذا القرن الذي نحن فيه. والسلام عليكم ورحمة الله. اللي وجد شي خطأ وغض عليه الطرف بالإصلاح يصلحه، يعني يكتب تعليق ويصلحه، فجزاه الله خيرا. ولا أريد أن يشيع خطأ ارتكبته بين الناس، والنقاش مفتوح في حدود العقل والمنطق. وإذا كانت شي فكرة عوجة عندي سخروا منها كما تحبون فسأطلقها طلاق الثلاث. والسلام عليكم ورحمة الله.